In English sunrise. In Arabic شروق الشمس. En français le lever du soleil. In English morning. In Arabic الصباح. En français le matin. In English noon. In Arabic وقت الظهيرة أو وقت الظهر. En français le midi. In English afternoon. In Arabic بعد الظهر. En français après-midi. يا أستاذة نهى، يا ميس نهى، يا مدام نهى، يا فراو نهى، يا سنيوريتا نهى، يعني أنا بخاطبك بكل اللغات اللي أنت نفسك تعلميها للناس، بس أنت بتعلمي الناس غلط. والله العظيم 3 حرام عليكي اللي بتعمليه في الأطفال والشباب، بتدمريهم. أنت نفسك تتقمصي الدور وتبقي مدرسة، دي حاجة مش عيب، بس ممكن تبقي مدرسة مثلا لتعليم الخياطة، لتعليم الطبيخ، لتعليم الايروبكس. انت ما شاء الله عندك ليونة في جسمك عمالة تتحركي يمين وشمال، ما شاء الله. علمي الناس ايروبكس، حصة العاب يا ستي. ابعدي عن الاطفال، ابعدي عن الاولاد اللي نفسهم يبقى مستقبلهم مشرق. وبعدين عندك ثقة في نفسك، يعني بصراحة يعني اقول لك ايه يعني مش عارف جايباها منين، وكلكم بقى وانت بتختمي الفيديو بتاع ابري، او تقوليها بالاغ زي الفرنساويين ما بينطقوها صح، لا بتقولي ابخي. ايه البخ اللي انت قايلاها دي؟ حرام عليكي يا ست نهى، والله العظيم هدفع لك اشتراك النت سنه من جيبي. ادوني عنوانها يا جماعه ادفع لها اشتراك النت سنه بس تبطل تعليم لغات. يا ست نهى مش كده يا جماعه، اقطعوا النت عنها لو هي متمسكه بالطريقه دي. يا حول الله يا رب.